الشرطة الاتحادية تؤكد السيطرة على جميع المناطق المحيطة بالفلوجة وتضييق الخناق على داعش 100%. الحاكم المدني الأمريكي السابق يؤكد أن فكرة تقسيم العراق ليست جيدة ويشدد على ضرورة بقاء البلاد موحدة. كوبيتش ينقل عن السيستاني أسفه من إخفاق السياسيين بتحقيق الإصلاح، والبرلمان يؤجل جلسته بانتظار تحقيق النصاب. جبهة الإصلاح تؤكد مقاطعتها جلسة البرلمان وتقول أن لا صحة لمزاعم اكتمال النصاب في جلسة الاثنين. نشرة الأخبار مع أنور صباح. السلام عليكم. نشرة أخبار الصباح من NRT عربية، أهلا بكم. أعلنت الشرطة الاتحادية استعادة السيطرة على أكثر من 28 منطقة منذ انطلاق معركة الفلوجة، مؤكدة تضييق الخناق على المدينة وعدم وجود طرق إمداد لتنظيم داعش. الفريق رائد شاكر جودة قال إنه تمت السيطرة على كل المدن والقرى والأقضية والقصبات المحيطة بالفلوجة، مشيرا إلى أن عروس تلك المناطق كانت القرمة. جودة أكد تضييق الخناق 100% على مدينة الفلوجة وأنه لا يوجد أي طرق إمداد لداعش، مضيفا أن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن عناصر التنظيم يتعاملون بتشدد أقل مع المواطنين لكسب ودهم في هذه المرحلة بسبب فقدانهم السيطرة على مقاتليهم. وأشار جودة أيضا إلى إلقاء منشورات على مدينة الفلوجة لإبعاد المواطنين عن مواقع القتال، وكذلك لعدم السماح للعدو باستخدام الأبرياء كدروع بشرية. من جانبها أعلنت قيادة العمليات المشتركة مقتل ما يسمى بأمير كتيبة الانغماسيين العرب وأحد أهم مساعدي زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بضربة جوية في قضاء القائم غرب الأنبار. القيادة قالت في بيان لها إن طيران القوة الجوية العراقية وبالتنسيق العالي مع قيادة العمليات المشتركة دك أحد الأوكار المهمة لداعش في قضاء القائم وقتل عددا من قياديي التنظيم، بينهم وزير الحرب في التنظيم ووالي ولاية الفرات سابقا ومسؤول الأمن والاستخبارات العام وأحد أهم مساعدي البغدادي، وهو المشرف على عمليات مسلحة كثيرة آخرها عملية يوم أمس الأول بالهجوم على قضاء هيت بواسطة الانتحاريين، بالإضافة إلى قائد كتيبة تبوك في سوريا والعراق. ولفتت إلى أن من بين القتلى ناقل البريد العام مما يعرف بولاية بغداد وولاية الجنوب، فضلا عما يسمى بأمير كتيبة الانغماسيين العرب وهو سعودي الجنسية. وكانت قد انطلقت فجر أمس الاثنين عمليات اقتحام مركز مدينة الفلوجة لاستعادة السيطرة عليها من عدة محاور. عملية الاقتحام التي تعتمد بشكل رئيسي على جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد من التحالف الدولي رافقها تشديد للإجراءات الأمنية في بغداد تحسبا لأي طارئ، فيما كشفت خلية الإعلام الحربي عن التشكيلات المشاركة في العملية والمحاور المكلفة بها، وقالت إن قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي مستمرتان بتقدمهما في قاطع الصقلاوية وبغطاء جوي من طيران الجيش. تحاول القطاعات العسكرية التمركز في منطقة استراتيجية بالقرب من مركز قضاء الفلوجة لقطع طرق إمداد تنظيم داعش في منطقتي الصقلاوية وآل بوشجل. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا سعد الحاج. تواصل القطاعات العسكرية تقدمها في المحور الشرقي لمدينة الفلوجة وتمركزها في مناطق استراتيجية لقطع طرق إمداد تنظيم داعش عبر منطقتي الصقلاوية والبوشجل والوصول إلى مشارف المدينة. الآن نحن في منطقة الصبيحات على مشارف قضاء الفلوجة، يبعد بيننا وبين المركز 4 كيلومتر. اليوم الجيش العراقي في تقدم مستمر وملحوظ بإسناد مباشر من طيران الجيش، له دور مميز وفعال، بالإضافة إلى مدفعية الفرقة وبالإضافة إلى القطاعات المصحوبة بأمرة الفرقة الثامنة. اليوم الجيش العراقي وصاحب المبادرة والزمام. اليوم داعش منهار تماما، ليس لديه أي قدرة دفاعية أو هجومية.
الجيش العراقي في تقدم مستمر مع نواة عالية ومرتفعة جدا. يفصلنا عن الداعش اللي هو كيلو، يفصلنا الشط الجانب المائي، والعدو دا ينهزم باتجاهنا لأن تضغط عليه القطعات المتقدمة قطعت عليه طريق الإمداد. فإحنا هسه في مصدين أمام الشط، وأمامنا أيضا في منطقة الصبيحات لا يفصلنا عن مركز قضاء الفلوجة سوى 4 كيلومتر. تنظيم داعش أخذ بالتراجع إلى وسط أحياء المدينة متخذا المواطنين دروعا بشرية في الوقت الذي وجد هؤلاء منافذ بديلة للخلاص من قبضة داعش والوصول إلى القوات الأمنية. خرجت تقريبا أكثر من 500 عائلة وتم استقبالهم، بس مو من جهة منطقة المناطق المخصصة لاستقبال النازحين من جهة الحبانية، من جهة نعيمية. هذه المعلومات اللي وردت، ومنطقة السجر، وتم إخلاءهم ووصولهم إلى منطقة ناحية عمرية الفلوجة. قاموا الدواعش الأنذال جرذان دواعش تسليم أنفسهم هنا، لأن حصروا وانخذلوا، وقسم من عندهم خرجوا بالفرار، وسيطرت عليهم قطاعاتنا العسكرية. قيادة العمليات المشتركة قامت بتعزيز القوات الأمنية بقطعات ذات خبرة بحرب الشوارع للإسراع باستعادة المدينة وإنقاذ العائلات المحاصرة داخل الفلوجة. بوصول القطاعات العسكرية إلى منطقة الصبيحات لم يتبقى سوى 4 كيلومترات للوصول إلى مركز مدينة الفلوجة. من الأنبار سعد الحاج، NRT عربية. أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين استقبال 250 عائلة نازحة جديدة من قضاء الفلوجة في مخيمات العامرية. وقال فرع الوزارة في محافظة الأنبار إن هنالك مجاميع أخرى من العوائل النازحة في طريقها إلى المخيمات، مؤكدة إتمام تهيئة المخيمات لها وتأمين المتطلبات الضرورية العينية منها والغذائية والصحية التي يحتاجها النازحون. وأضاف بحسب بيان للوزارة إن المجموع الكلي لأعداد الأسر النازحة في مخيمات عامرية الفلوجة قد بلغ 497 عائلة. بعد رحلة قاسية ومريرة وحصار استخدم خلاله تنظيم داعش أبشع أساليب العذاب النفسي والجسدي، تمكنت المئات من العائلات الهرب باتجاه القطاعات العسكرية التي تحاصر مدينة الفلوجة رغم استهدافهم من قبل عناصر التنظيم لخروجهم عن سلطته. 3 سنوات محاصرين عوائل الفلوجة، هواي مناطق محاصرة من قبل داعش. حاصرونا أول ما دخلونا، يعني حقيقة هواي ناس انجرفت وياهم، غسلوا أدمغة شباب هواي بالدين، يحشون عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كذا نسوي كذا نحرر. ما حسينا بظلمهم بالبداية لأنه الحياة ماشية متوفرة، يعني كل شيء يدخل لنا، عايشين حياة طبيعية. ما بس لما بلشوا يضغطون علينا شوي شوي لحد ما يعني ضغطوا علينا لدرجة كبيرة. يعني شفتوا انتوا الكارثة صارت، جوع، ظلم، قتل، يعني عندهم قتلة الرجال وتعليقه بالجسر، شيء يعني سفاحين دماء حقيقي. طلعنا قالوا القوات الأمنية على الشارع، طبهم الجيش يستشر وجينا نتراكب. طلعنا انت يعني اخوي، طلعنا بطرق هدومنا، كل شيء ما فكرنا لا بمال ولا بحلال. والله معجزه، اي والله معجزه. انا بالنسبه لزوجي مقعد على الكرسي، فتناقلوا 4 زلم شالوه، ركضه اخذناها الطريق كله، احسب تقريبا ساعه الطريق اخذناه من هاي للشارع. تنظيم داعش حذر العائلات من خطر دخول الحشد الشعبي إلى الفلوجة، إلا أن من خرج من المدينة كان له كلام آخر وشهادة في هذا الشأن. أنا أشكر الحشد الشعبي، يعني طبينا علي بنص المعركة، بس الحمد لله والشكر يعني عاملونا معاملة كلش زينة، وأشكرهم حيل بدون مجاملة. يعني عاملونا يعني كنا قبل يحجونا إنه الحشد الشعبي يذبح النساء والأطفال، بس يعني عاملونا معاملة حيل زينة، وصارت المعركة يعني ما سووا لنا كل شيء، وهم اللي يشجعون بينا ويقوون بينا. طلقنا والله ركض وذبينا نفسنا على منين، قلت لك ركض سلمين روايه بيض، وهم يضربون داعش يضرب علينا من ورا، والامنيين يضربون علينا يخصفون قدام، واحنا نحابق، قمنا حابق حبيان بالتراب، ولا ما جينا وصلنا عليهم وسلمنا واستقبلونا والله
يعني حياة ولا كدرونا ولا كلام، يعني خسروا يعني بغير كلام. بعد أن حددت القوات الأمنية منافذ الخروج من الفلوجة، سعى تنظيم داعش إلى منع العائلات من الخروج بشتى الطرق لاتخاذهم دروع بشرية قبيل الهرب إلى مناطق أخرى، كما فعل في الرمادي وباقي المدن المحررة. NRT عربية، قناة لكل العراقيين. التغطية متواصلة. قال الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق بول بريمر إن فكرة تقسيم العراق ليست جيدة، وإنه لم يعتقد يوما بأن تقسيم هذا البلاد يلائمه، مؤكدا إنه ما زال يعتقد بضرورة أن يبقى العراق موحدا. وقال بريمر في حديث صحفي لصوت أمريكا وقناة NRT من واشنطن إنه من الأفضل أن يجتمع العراقيون كلهم ومن ضمنهم المكون الكردي داخل نظام فيدرالي، مضيفا إنه يمكن التباحث حول تطوير هذا النظام بحيث يلائم التطورات الحاصلة مقارنة بالنصوص المكتوبة في الدستور العراقي. وبعد مرور 13 عاما على توقيع رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريمر وثيقة نقل السيادة إلى إياد علاوي الذي تولى رئاسة الحكومة المؤقتة بعده لما يقارب العام، لا تزال أطراف العملية السياسية تنادي بضرورة تحقيق مبدأ الوحدة الوطنية واحترام سيادة العراق والحفاظ عليها. تتحدث تحليلات مراقبين للشأن السياسي عن فشل القوى السياسية منذ عام 2003 في إدارة الدولة وعدم الاتفاق على مشروع وطني، الأمر الذي بدد حسب رأيهم الأمل في إنجاز سيادة كاملة للعراق وسط بيئة أسهمت في نمو التطرف الذي راح ضحيته الآلاف من العراقيين وتصاعد وتيرة التدخل الأقليمي في الشأن الداخلي. سياسيون ألقوا باللائمة على التدخلات الخارجية التي أضعفت هيبة الدولة وجعلت مفهوم السيادة الوطنية منقوصاً. وفي هذا الشأن أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي أن ما وصفها بالميليشيات التابعة لإيران والمتواجدة على الأراضي العراقية تهدد استقرار البلاد سياسيا وأمنيا، فيما انتقد ائتلاف دولة القانون تصرفات السفير السعودي في العراق ثامر السبهان في التعامل مع القضايا الداخلية، اتهمه بإثارة الطائفية بين المكونات العراقية وطالب الحكومة العراقية بالرد عن هذه التدخلات والإساءات. الخارجية العراقية اتهمت تركيا في مناسبات مختلفة بتعديها على مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول وتدخلها المستمر في الشأن الداخلي العراقي فضلا عن ترويجها للخطاب الطائفي، فيما أكدت أيضا أن على قطر الاهتمام بشؤونها الداخلية دون إثارة الفتن على الأراضي العراقية. وأكدت أن الدوحة استضافت في وقت مضى مؤتمرا سياسيا معنيا بالشأن العراقي بدون علم الحكومة العراقية، وشاركت فيه بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي. جهات سياسية أخرى أكدت أن اختراق السيادة العراقية وجعله مرتعا للدول لتصفية الحسابات فيما بينها على أراضيه نتج بسبب أنها لم تلقى الرد الرسمي المناسب من قبل الحكومة العراقية التي تكتفي بمطالبة هذه الدول بانتهاج خطاب مسؤول ومعتدل دون أن تنفذ أي إجراءات رادعة. يتبادل الأمريكيون والإيرانيون الأدوار في العراق بحثا عن النفوذ، ففي حين اعتبر الأمريكيون في مرحلة ما السنة والكرد أصدقاء لهم، قامت إيران بتقريب فصائل شيعية، ثم عاد الطرفان ليعكسا أدوارهما. أمريكا وإيران، اللاعبان العنيدان اللذان تنازعا على رقعة الشطرنج العراقية، تبادلا أدوار رعاية النظام السياسي بالاتفاق أو الاختلاف على حماية ملوكها وتغيير فرسانها. جولات لعبة توزيع الأدوار امتدت منذ انهيار نظام صدام حسين، ولن تنتهي باستيلاء تنظيم داعش على نحو ثلث مساحة العراق
عام 2014 هما المتفقان على المحاصصة، المختلفان في المكاسب منها، اقتسما نفوذ جبهات سياسية وراهنا على اختراقها. فالإيرانيون وفروا مظلة للشيعة في بيت سياسي فاز بالحكم خلال السنوات الماضية. أما الأمريكيون فقدموا أنفسهم رعاة للسنة العرب لردع التمدد الشيعي، وللكرد بوصفهم الحليف الاستراتيجي. لاحقا صنع الإيرانيون خطوط اتصال مع السنة، وكذلك فعل الأمريكيون مع الشيعة، والهدف في هذه الجولة إضعاف نفوذ كل منهما في المعادلة، فظهر الشيعة الانبطاحيون والسنة الإيرانيون. جاء نور المالكي في ولايته الأولى عام 2006 في لحظة إيرانية بامتياز، كان الرجل المناسب ليسير على الحبل بين دعم إيران وقبول واشنطن الحذر. وفي ولايته الثانية بعد أن الإيرانيين تفوقوا حين تمكنوا من احتواء مقتدى الصدر. وفي اعتكافه عام 2010 بقم تخلص المالكي من معارض شيعي. في تلك اللحظة اختبرت واشنطن قدرة زعيم الدعوة على العبور. تصاعد الغضب السني من حزب الدعوة، وكان حصول المالكي على ولايته الثالثة أمرا صعبا، فيما الأمريكيون اقتربوا أكثر مما سمي عام 2013 محور أربيل النجف، ليتقدموا رقعتين أكثر على نفوذ إيران. فجاء حيدر العبادي الذي بدا إنه أكثر مرونة، لكنه لا يجيد المشي على الحبل بين طهران وواشنطن. في تلك اللحظة اهتم الإيرانيون بفصائل شيعية راديكالية لتعويض خسارتهم المالكي والتضييق على خلفه في الحكومة. في الحرب ضد تنظيم داعش بدا توزيع الأدوار واضحا، فالمواقع التي يقاتل فيها الحشد لا يغطيها الطيران الأمريكي، كما في ديالى وتكريت وجرف الصخر، فيما يغيب الحشد وتحظر الغارات الأمريكية عن مراكز المدن السنية الكبيرة، كما في الفلوجة وبعض مناطق الرمادي وجميع محاور القتال لإقليم كردستان. محاربة داعش فرضت على الخصمين العمل قرب بعضهما من دون شراكة. الفلوجة مثال جيد لهذه الفرضية، حيث قصف التحالف أهدافا داخل المدينة مع بدء العملية قبل أن يوقف غارته مع وصول الحشد إلى أطرافها. كانت مفارقة نادرة أن يصل الجنرال قاسم سليماني محور القتال بينما طائرات التحالف تغادر الأجواء. وهنا قد تكون للعراق خارطة إدارية أو لجغرافيتها المعقدة، لكن سنوات ما بعد صدام حسين منحت بلاد الرافدين رسما جديدا بخطوط تماس مثل رقع الشطرنج تناوبت عليها عمامة طهران والعم سام. أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش إن المرجعية قلقة بسبب إخفاق القوى السياسية بتحقيق الإصلاحات. كوبيتش الذي التقى أمس بالمرجع الديني علي السيستاني قال إن الأخير يراقب الوضع باهتمام كبير وإنه سيتدخل عند الضرورة. من جانبه أكد المرجع السيستاني دعمه القوات الأمنية المشاركة في معارك الفلوجة وحماية الأبرياء، داعيا الحكومة والأمم المتحدة إلى دعم النازحين. اعتبر النائب عن كتلة التغيير الكردستانية مسعود حيدر إن القضاء العراقي مسيس ومنحاز. حيدر وخلال استضافته في برنامج استوديو بغداد الذي تبثه قناة NRT عربية أضاف إن الخلاف الكردي مع المركز حدث نتيجة سوء إدارة الدولة وعدم تطبيق الدستور. أعتقد أن القضاء في العراق قضاء مسيس و يعني منحاز في أكثر الأمور، وهناك تجارب كثيرة، ونتمنى أنه خلال الأعوام القليلة القادمة نستطيع أن نفصل حقيقة بين السلطات ونحترم الدستور العراقي. على المستوى السياسي هناك اختلافات في كيفية إدارة الدولة، كيفية تطبيق الدستور العراقي. من جانبه ذكر النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي أن تخصص المحكمة الاتحادية في الفصل بين القضايا السياسية جعلها في موضع الشك، وأضاف أن سليم الجبوري يختزل دور النواب في قيادات الكتل السياسية على حد قوله. قد تكون هي ملاحظة أيضا تحسب على السيد سليم الجبوري، لأنه دائما ما يختزل
القرار البرلماني عن طريق رؤساء الكتل. اليوم عضو مجلس النواب هو يمثل 100,000 من الشعب العراقي، وهو بالتالي من خلال السياقات القانونية والدستورية هو يصوت ويحجب الثقة ويعطي الثقة وما إلى ذلك. أن تختزل إرادة النائب العراقي برئيس الكتلة هذه قضية غير صحيحة، لأنه بالتالي مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب عن اختياره. المحكمة الاتحادية لماذا دائما تتهم بهذا الاتهام؟ لأنها تنظر قضايا سياسية أحيانا بين المركز وبين الإقليم، بين المركز وبين المحافظات. أعلنت وزارة الداخلية صدور أمر بإلقاء القبض ضد علي الحسيني المقرب من التيار الصدري، وذلك لدعوته السابقة إلى عصيان مدني في 16 من شهر أيار الجاري. وذكر بيان للوزارة أنه وتنفيذا للقرارات الصادرة من القضاء العراقي حول موضوع البيان الذي صدر من الحسيني، حيث دعا فيه إلى البدء بعصيان مدني في جميع محافظات البلاد. فقد أصدرت محكمة التحقيق المركزية مذكرة إلقاء قبض وفق المادة 213 من قانون العقوبات، هذا ونفى مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تبنيه لهذه الدعوات. قررت جبهة الإصلاح عدم الحضور إلى جلسات البرلمان لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعن الذي قدمته، معتبرة الأنباء التي تتحدث عن حدوث انسحابات في الجبهة هي محاولة خاسرة. المتحدث باسم الجبهة النائب هيثم الجبوري قال في بيان له إن جبهة الإصلاح اجتمعت لمناقشة المستجدات السياسية على الساحة العراقية وباركت الانتصارات الكبيرة في معارك الفلوجة. وأضاف الجبوري إن الجبهة اتخذت قرارا بالإجماع ألا تحضر أي جلسة من جلسات البرلمان لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعن المقدم من الجبهة، إيمانا منها بعدم شرعية هيئة رئاسة البرلمان السابقة وحفاظا على دستورية العملية السياسية بحسب البيان. وكان رئيس حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي قد أكدت عدم صحة ما أعلنته رئاسة البرلمان بأن تأجيل جلسة الاثنين كان بسبب طلب من جبهة الإصلاح، عازية التأجيل إلى عدم تحقيق النصاب. هذا وكانت رئاسة البرلمان قد أصدرت توضيحا بشأن أسباب تأجيل جلسة يوم أمس رغم اكتمال النصاب، قالت فيه إنها تسلمت رسائل جادة من النواب المعترضين لضرورة لم شمل البرلمان. الرئاسة أضافت في بيانها إن سبب عدم انعقاد جلسة الاثنين رغم وجود تحقق النصاب القانوني هو استلام الرئاسة لرسائل جادة من المعترضين لضرورة لم شمل البرلمان، مبينة إنه واستجابة لهذه الرغبة المرحب بها تقرر تأجيل عقد الجلسة إلى يوم الثلاثاء. هذا وعبر رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب مثنى أمين عن أسفه لعودة بقية الكتل الكردستانية إلى بغداد من دون تبليغهم وتبليغ كتلة الجماعة الإسلامية. أمين أوضح في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضره مراسل NRT عربية إن الكتل الكردية عادت إلى بغداد من دون ترتيبات مسبقة، وقال إن الكتل عادت وتركت كتلتي الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية رغم طلبهما تأجيل العودة لعدة أيام من أجل عقد اجتماع ناجح مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وفرض شروط عليه. إلى ذلك نفى أمين مقاطعة كتلته لجلسات البرلمان، قائلا إن كتلته دعت إلى استثمار فرصة الإخلال بالنصاب لنيل الكرد لحقوقهم المشروعة. قال محافظ نينوى السابق وقائد الحشد الوطني الثيل عبد العزيز النجيفي إنه سيتعامل مع صدور مذكرة إلقاء قبض ضده وفق السياقات القانونية وبحسب إجراءات القضاء. النجيفي أضاف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن بعض المسؤولين في المحافظة سحب عددا من الأوراق والوثائق وعرضها منقوصة لإخفاء الحقيقة. وكانت محكمة استئناف نينوى الاتحادية التابعة لمجلس القضاء الأعلى قد أصدرت مذكرة إلقاء قبض وفق المادة القانونية 315 من قانون العقوبات العراقي. المحكمة طلبت من أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة إحضار النجيفي لكونه متهما من قبل هيئة النزاهة.
نشرة أخبار الصباح مستمرة ولكن بعد فاصل قصير. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم دخلنا الخضراء سلمية من أجل العراق. كافي المراجع بعد لا حد يقول سلمية، كافي عاد لا حد يقول سلمية. عاش العراق، عاش العراق، عاش. قتلونا وهاجمونا كلها، يضربونا مسيل بالدموع ولا احنا دواعش، انتوا دواعش الخضراء. واحنا متظاهرين سلميين، سلميين جاي يضربونا بالحجر. الآن هنالك طبعا NRT عربية، قناة لكل العراقيين. أهلا بكم مجددا. دعت اللجنة التحضيرية لشيوخ ووجهاء مدينة البصرة لعقد مؤتمر يدعم سلمية التظاهرات وتشكيل لجان نخبوية لمتابعتها ومنع المساس بممتلكات الدولة. من خلال هذه اللجنة التحضيرية اللي تحضر إلى مؤتمر موسع بغية تقديم ورقة إصلاحية لكل مفاصل عمل الإداري في البصرة، وأيضا هناك ملاحظات على طبيعة العمل الإداري والسياسي بالبلد بشكل عام. المحافظة تعاني من مشاكل كثيرة، ولذلك هناك تظاهرات وهناك شعب يتظاهر يوميا في محاولة أن يوصل إلى المسؤولين رسالة حول المطالب الشعبية. سوف تستمر عملية التظاهر هي لا تخدش القوات الأمنية ولا تخدش الفلوجة ولا تخدش أي بقعة جغرافية من العراق، بل هي للتفاعل والموازنة الحقيقية بين نظام العمل الأمني كما أسلفت وبين نظام العمل الخدمي. ولكن أنا أوصي نفسي أولا وأخوتي وجميع الأخوة لا تكون مظاهرات عبثية وتسيء إلى ممتلكات الدولة. جئنا اليوم بكوادر حقيقية مثقفة ومختصة بأعمالها كل من باختصاصه. العراق الذي يعتمد في موازنته العامة على النفط مصدرا أساسيا يعيش وضعا اقتصاديا صعبا بعد تراجع أسعار النفط العالمية، ويعاني من فجوة مالية تقدر ب50 مليار دولار. تفاصيل في سياق التقرير التالي. أسباب الأزمة الاقتصادية في العراق تختلف عن باقي دول العالم بسبب الفساد، وهو من ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم من حيث المبالغ التي تهدر لمصلحة الفاسدين. فميزانية العراق أكثر من 100 مليار دولار، تذهب مبالغ كبيرة منها إلى جيوب المفسدين ومن معهم. مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أن العراق يعاني من فجوة مالية تقدر ب50 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه الفجوة تعرض مشاريع واستقرار العراق للخطر. احتياطي العراق الذي يشرف عليه البنك المركزي انخفض بنحو 23% ليصل إلى 54 مليار دولار بفعل الأزمة المالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط. صندوق النقد الدولي دعا المسؤولين العراقيين إلى تقوية وضع المالية العامة وضبط المديونية في المدى القصير، إذ ارتفع حجم ديون العراق من قرابة 39% العام الماضي إلى 70% حالياً. صالح والعديد من الخبراء يتوقعون أن ترتفع الديون العام المقبل إلى 74%، وهو ما يعني تجاوز حجم المديونية للمستويات الآمنة، وتبلغ قيمة ديون العراق أكثر من 122 مليار دولار. مختصون عراقيون يقولون إن هناك جملة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ووزارة المالية، ومنها انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، ارتفاع تكاليف استخراج النفط العراقي بسبب جولات التراخيص،
انعدام أو قلة الواردات غير النفطية خاصة من القطاعين الصناعي والزراعي، ارتفاع نفقات الدفاع وتكاليف الحرب التي تنعكس سلبا على الموازنة العامة، قلة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتراجعه إلى نحو 54 مليار دولار فقط، وبذلك قد يرتفع عجز الموازنات. الرواتب والمخصصات المبالغ فيها للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والوكلاء والمستشارين والمدراء العامين والدرجات الخاصة، فضلا عن كثرة الوزارات وعدد أعضاء مجلس النواب والوكلاء. من أبرز أسباب الأزمة الحالية الإفراط في النفقات العامة خلال السنوات السابقة بسبب ارتفاع أسعار النفط وغياب الرقابة، وكان الأجدى اقتصاديا إنشاء صندوق ثروة سيادي أسوة بدول أخرى استعدادا للصدمات النفطية التي تتعرض لها البلدان. وفي الشأن الاقتصادي أيضا، حيث أثرت الأزمة الاقتصادية بشكل مباشر على المواطن البسيط، لكنها تجنبت أصحاب الدخول الثابتة والطبقات الثرية. مواطنون أبدوا امتعاضهم من عجز الحكومة عن حل الأزمة الاقتصادية الراهنة. توالت الأزمات بعد عام 2003، فمنها سياسية وأمنية وآخرها اقتصادية. ضربت الأسواق التجارية بشلل شبه تام بحسب الشارع البغدادي الذي بات ممتعضا من التدهور الاقتصادي وما خلفه من آثار سلبية على المواطن البسيط. بالعراق سابقا كان اكو يسموه خطط خمسية كانت تصير، هسه ما عندنا، ما سمعت في اليوم احنا عندنا خطة مثلا لا خمسية ولا ثلاثية ولا إذا وين تروح الأموال؟ بيش تصرف؟ كثير من المشاريع توقفت مثلا، وأخيرا لحقت المواطن وبدأت استقطاعات منه، فهو المتضرر الوحيد والأكثر. أثرت علي كأني مواطن، وأثرت على المواطنين العراقيين من المستوى المتوسطة والمستوى الأدنى من المعاش، يعني ما أثرت على صاحبين المستويات العليا، يعني مثل مدير عام، وزير، هاي ما أثرت عليه، أثرت على العامل، أثرت على الموظف الاحتيادي، على المعلم. مراقبون عزوا سبب تلك الأزمات لأمرين مهمين، أولهما سوء التخطيط واعتماد النفط كمصدر الرئيس لموازنة الدولة، أما الآخر فيبدو أن تدخلات الكتل السياسية أثرت بشكل سلبي على القطاع الاقتصادي. انخفاض أسعار النفط كان لها تأثير كبير على الاقتصاد العراقي، لأنه اقتصاد ريعي ولا يوجد بديل، لم نستطع أن نخلق بديل عبر الحكومات السابقة من تكوين رأس مال وتشغيل قطاع صناعي زراعي سياحي. بقت الاستيرادات هي المهيمنة على الاقتصاد العراقي. إدخال الشركات الاستثمارية في البلاد مطلب اتفق عليه المختصون والمواطنون لانتشال البلاد من المخاطر الاقتصادية. رغم أنها تضع البلاد في موقف حرج، القروض طريق النجاة اقتصاديا، مع أهمية وجود خطط وضمانات باستخدامها في مكانها الصحيح بعيدا عن الفساد وسراديب الظلام بحسب مختصين. لقناة NRT عربية، أحمد الحاج، بغداد. يقال إن لكل امرئ من اسمه نصيب، وكذلك الحال بالنسبة للمدن. مدينة لها نصيب وافر من اسمها. المنسية هي إحدى مدن محافظة كركوك، تعاني منذ 20 عاما من سوء الخدمات وتباطؤ عمليات الإعمار. لم يصل أي نوع من الخدمات إلى منطقة المنسية جنوب مدينة كركوك منذ أكثر من 20 سنة، ما جعل أهالي المنطقة يؤكدون بأن اسم المنسية بات اسما يطابق معناه. كلها ما تبلطت، هذا الشارع أصلا الوحيد إلى راس حزيران ما تبلط، وبالأمطار ما تقدر تفوت من هذا الشارع، فردنا بتلوف من أخير حزيران يلا تقدر تطب هذا الشارع. وانت تشوف سياراتنا تملخه، لا تقدر تطلع مشي بطيانه ولازم تلف من النهايه يلا تفوت. مطالبكم شنو؟ والله مطالبنا على هالطريق نريد يتبلط. شو يسوون؟ على الشارع سووا حمله بتياس على حسابهم، لموا الوسخ والزباله وهذا. هسه سيارات السياره هاي قدامك، هاي شوف عينك، حتى السياره ما تقدر تعبر ولا بشر يقدر يمشي. حتى احنا والله بالمطر ما حد يطلع، هاي هي بعد تقعد ببيتك وتسكت، ما حد يطلع، لا تروح دوامك، لا شو كنا موظفين وكنا طلاب عندنا وما حد يروح ولا حد يجي. مسؤولون محليون من جانبهم رموا الكرة بملعب إدارة المحافظة
مؤكدين بأن هذه المنطقة يجب أن تخصص لها مبالغا بسيطة. محافظة كركوك وعضو لجنة الإعمار والمشاريع، كل المناطق كانت مشمولة بتقديم الخدمات ومن ضمنها منطقة واحد حجيران، إلا أن التخصيصات المالية وعدم ورود التخصيصات من الحكومة الاتحادية خلال السنوات الثلاثة الماضية أجلت هذه المشاريع، وبالتالي الخدمات إذا لم تقدم سنويا فبالتالي تتراكم عليه المشاكل أيضا، لأن أغلب المشاريع التي كانت مطلوبة تنفيذها في منطقة واحد حجيران هي مشاريع البنى التحتية، ومنها مشروع المجاري. قد لا تمتلك المنسية من الحظ شيئا بين مناطق وأحياء كركوك التي شهدت مؤخرا تغييرا ملموسا في مستوى الخدمات، لكنها بالتأكيد تمتلك الحظ الأكبر من النسيان الحكومي، وإلى أن يتذكرها أحد ستحتفظ باسمها المميز ومشاكلها. من محافظة كركوك، عمر البدري، قناة NRT عربية. أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو عن نية العراق تصدير 5 ملايين برميل إضافية من النفط الخام في حزيران، لينضم بذلك إلى منتجين آخرين في منطقة الشرق الأوسط بتعزيز حصته قبيل اجتماع أوبك هذا الأسبوع. تقارير صحفية نقلت عن مصادر مطلعة في الشركة إن سومو خصصت 5 ملايين برميل إضافية من خام البصرة الخفيف لتسديد أجور الشركات الأجنبية التي تأخرت بسبب انخفاض أسعار النفط خلال المرحلة الماضية، ويأتي هذا في إطار شروط قرض من صندوق النقد الدولي. المصادر قالت إن المليون برميل الإضافية من خام البصرة الخفيف بيعت بعد ساعتين من إخطار سومو، ما يشير إلى قوة الطلب على الخام العراقي وسط توقعات بارتفاع أسعار البيع في شهر تموز القادم. أقامت البطريركية الكلدانية في العراق أمس الاثنين صلاة موحدة لمسلمين ومسيحيين في كنيسة مريم العذراء في العاصمة بغداد من أجل السلام في العراق وسوريا. رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك لويس رافائيل سوكو قال في بيان صادر عقب الصلاة إن كنيسة مريم العذراء احتضنت اليوم المسلمين والمسيحيين لإيصال رسالة السلام والتأكيد على محاربة الأفكار المتطرفة والعيش بشكل مشترك بين جميع فئات ومكونات الشعب. وأوضح ساكو إن الصلاة أقيمت بمناسبة ختام الشهر المريمي وسنة الرحمة التي أعلنها البابا فرانسيس وقرب حلول شهر رمضان، وإن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها العاصمة بغداد إقامة صلاة موحدة بين المسلمين والمسيحيين، فقد تكررت خلال السنوات الماضية هذه الصلوات التي يراد منها تعزيز قيم التعايش المشترك. تفرض الجهات الأمنية إجراءات عديدة وقت تصاعد الأزمات في الشارع العراقي، ومنها حظر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يكسر مستخدمو تلك المواقع الحظر باستخدام برامج مختلفة. في ظل التوترات الأمنية وتصاعد موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد مؤخرا، تتخذ السلطات في بغداد قرارات بفرض الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة حفظ أمن واستقرار البلاد، الأمر الذي يعتبره الناشطون تضييقا على الحريات العامة. وتعقيبا على قرار حظر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في بغداد مؤخرا، قالت وزارة الاتصالات العراقية إن قرار إيقاف الموقع جاء بتوجيهات من قيادات أمنية عليا شمل العاصمة بغداد حصرا لدواعٍ أمنية. وغالبا ما يجد العراقيون الوسائل المناسبة لكسر الحظر عن تلك المواقع، حيث يتم تخطيه باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة حتى يتمكن المستخدم من فتح المواقع المحجوبة في الآيفون والآيباد وغيرها من أنظمة التشغيل المختلفة. وتعرف تلك البرامج بالبروكسي، وتعمل من خلال تغيير رقم الIP على الجهاز، لأنها توفر عددا من الخوادم الأمريكية والأوروبية لإخفاء الموقع الجغرافي الحقيقي للمستخدم. وهناك طريقتان لفك الحجب على أنظمة أندرويد، ويندوز وOS
إما باستخدام برامج ال VPN أو فتح المواقع المحجوبة يدوياً عبر بروتوكولات عالية التشفير توفرها خدمة ال VPN أيضاً. هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ السلطات إجراءات مشابهة، حيث أعلنت وزارة الاتصالات عن حظر مواقع التواصل الاجتماعي في كافة أنحاء العراق بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل في حزيران عام 2014، واستمر الحظر حتى آب من نفس العام. وهددت الوزارة آنذاك مستخدمي الشبكة العنكبوتية بإيقاف خدمة الإنترنت بشكل كامل في حال عدم تمكنها من إيقاف دخول المستخدمين إلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر برامج البروكسي، مضيفة أن الغرض من تلك الإجراءات هو منع وسائل الإعلام التي تسعى لنشر الشائعات وإضعاف المعنويات القتالية للمقاتل أو الشارع العراقي من السيطرة على خدمات التواصل الاجتماعي. وينضم إلينا الآن مشاهدونا الأعزاء مجموعة من مراسلين في العراق للاطلاع على آخر المستجدات كل من محافظته. معنا حسن نبيل من بغداد، وحسن مظلوم من البصرة، أمان الموسوي من الديوانية، وعيسى العطواني من بابل، وحيدر هادي من كربلاء. صباح الخير زملائي، أبدأ معك حسن نبيل من بغداد. أطلعنا على أوضاع العاصمة هذا الصباح، تفضل حسن. صباح الخير. يعني أجواء العاصمة بغداد هذا اليوم هي كغيرها من الأيام الاعتيادية، هنالك حركة اعتيادية للشوارع الرئيسة والمناطق التجارية. اليوم هنالك أيضا عودة للأسواق التي شهدت ركود في الأيام الماضية نتيجة تردي الوضع الأمني، خصوصا أن يوم أمس شهد البعض من الخروقات الأمنية في مناطق الشعب والصدر، وأيضا في شمال مناطق العاصمة بغداد هنالك يعني مؤشرات تدل على أن الوضع بحسب مراقبون أن الوضع الأمني ربما سيستقر بعض الشيء بحسب مراقبون، كون الكتل السياسية اجتمعت تحت طاولة واحدة وعقدوا جلسة مجلس النواب ليوم غد، واليوم أيضا هنالك تكملة لجلسة مجلس النواب، وكل هذه الأمور جرت يعني وفق سياقات قانونية ودستورية لتشريع القوانين التي يكون المواطن بأمس الحاجة لها. أما في الجانب الاقتصادي يعني هنالك توقعات. نعم حسن، عذرا يفهم من كلامك أن هنالك تفاؤلا لدى الشارع البغدادي بانعقاد جلسة البرلمان؟ بكل تأكيد يعني الشارع البغدادي اليوم هو يعني يطالب بجلسات تخدم المجتمع العراقي والابتعاد عن كل ما يكون من مهاترات ومشادات تكون فيما بين الأحزاب المتنافرة داخل مجلس النواب. لكن بكل تأكيد الشارع البغدادي والجهات التي تنسق التظاهرات في كل مرة تنص على أن يقدم السيد رئيس الوزراء الإصلاحات بشكل كامل، وأن تكون هنالك كابينة وزارية من حكومة الكفاءات وبعيدة عن المحسوبية والمنسوبية. هنالك ترقبات، هنالك متابعة، هنالك آمال يعني المواطن، وأيضا في كل خرق أو في كل مشكلة تحدث فيما بين الساسة وتنعكس سلبا على الواقع الأمني. بالتالي المواطن يرمي اللوم على الحكومة المركزية وعليها أن تتحمل العواقب التي يرميها دائما المواطن باتجاه هذه الحكومة. نعم حسن، ابقى معي، سننتقل إلى الديوانية حيث مراسلتنا هناك أماني الموسوي. أماني صباح الخير، ماذا لديك لتطلعين عليه من الديوانية؟ تفضلي. صباح الخير زميلي. طبعا هناك من الناحية الأمنية هناك إجراءات أمنية مشددة واحترازية بنفس الوقت في مدينة الديوانية قامت بها القوات الأمنية، حيث ذكر لنا قائد الشرطة حمزة عبد الزيد أن هذه الإجراءات هي نصب سيطرات على الطريق الحولي لعفك، وأيضا سيطرات على الطريق السريع الذي يربط بين مدينة بغداد والمحافظة، تحسبا لحدوث أي أحداث أو أي خطر للمحافظة. جاءت هذه الإجراءات للمحافظة والحماية على محافظة الديوانية ومناطقها وقيائها السكنية تحسبا لدخول أي عنصر من تنظيم داعش، حيث تم نصب السيطرات على مداخل المدينة ومخارجها لحماية المحافظة. نعم. طيب إيمان، هل من تجديدات أمنية داخل مدينة الديوانية في الأحياء وفي الشوارع، أم إنها على الأطراف فقط
مثل ما ذكرتي؟ لا، هذه السيطرات فقط على الأحياء مداخل الديوانية ومخارجها، أما في داخل المحافظة فالوضع الأمني مستقر. طيب أنتقل إلى بابل حيث عيسى العطواني. عيسى صباح الخير، هل من جديد في بابل بخصوص التظاهرات؟ عيسى؟ صباح الخير. بخصوص التظاهرات لا يوجد شيء جديد، فالتظاهرات مستمرة كل يوم جمعة، لكن الجديد على أصعدة أخرى. نعم. مثلا شهدت محافظة بابل غضب شعبي من قبل الأوساط العلمية والناشطين المدنيين بسبب صعوبة الأسئلة الوزارية، هذا ما وصفوه لنا الناشطين، حيث شهدت محافظة بابل حادثة أليمة. نعم. قامت إحدى الطالبات بعد عدم تمكنها من مادة الامتحان بالانتحار للأسف بسبب عدم تمكنها من الامتحان وبسبب الضغط العالي الذي يحصل على الطالب في هذه الأوقات. من ناحية أخرى هناك حدث أمني يجب التطرق له في شمال بابل وفي التحديد في قضاء المسيب، حيث قامت قوة تابعة إلى كتائب حزب الله حسب شهود عيان وحسب مصادر أمنية. هذه الرواية التي أنقلها لك بحسب مصادر أمنية من شمال بابل، حيث قامت قوة من حزب الله بالاعتداء على دورية تابعة للشرطة. نعم. وعند الاشتباك بينهم وبين الدورية قامت قوة تابعة إلى سرايا السلام معي من التدخل لحل إلى حسن مظلوم في البصرة. نعم. حسن مظلوم، أتمنى أن لا أظلمك بتوزيع الوقت. صباح الخير زميلي، أطلعنا على ما لديك في البصرة، تفضل حسن. صباح الخير أنور. طبعا البصرة عودة إلى سلسلة أعمال العنف والصراعات العشائرية شمال المحافظة. يوم أمس كان هنالك اقتتال بين عشيرتين في ناحية الهارثة 40 كيلومتر شمال المحافظة. نعم. لم نعرف لغاية الآن التفاصيل، هل هنالك أضرار مادية أو قتلى أو جرحى في هذا الصراع. أيضا كان هنالك قبل 5 أيام صراع سابق بين عشيرتين أصيب خلاله ب3 أشخاص. طبعا كان هنالك هدنة بين العشيرتين أو بما يسمى محليا العطوة. قبل يومين توفى أحد المصابين مما أزم الموقف مرة أخرى. هنالك حراك من قبل قيادة عمليات الشرطة وقيادة عمليات الجيش وأيضا اللجان، لجنة محافظة البصرة ومجلس محافظة البصرة. في تصريح لرئيس مجلس رئيس اللجنة الأمنية في محافظة البصرة جبار الساعدي، أوعز هذه الصراعات إلى الفراغ الأمني الذي خلفه سحب قطاعات عسكرية كانت موجودة في البصرة إلى المناطق الساخنة غرب العراق. نعم. حسن، بخصوص حركة المظاهرات والاحتجاجات في البصرة، هل من جديد؟ هنالك تحرك مدني يعني هذه الأيام للتهيؤ لعقد مؤتمر بخصوص دعم التظاهرات ودعم الأوراق الإصلاحية. نعم. الأسبوع القادم سوف يعقد مؤتمر لهذه الهيئة لدعم التظاهرات السلمية، ومن شروطها أن لا يتم الاعتداء على المباني الحكومية أو ممتلكات الدولة. أيضا متابعة الأوراق الإصلاحية والإدارية عن طريق تشكيل لجان لمتابعة هذه الأمور. نعم. حسن، ابقى معي، سأنتقل إلى كربلاء حيث مراسلنا هناك حيدر هادي. حيدر صباح الخير، تفضل أطلعنا على ما لديك في محافظة كربلاء من جديد. نعم زميلي صباح الخير. اليوم نسبيا الطاقة الكهربائية بدأ يتمتع بها المواطن الكربلائي. هنالك نوع إيجابي من الطاقة الكهربائية بعد انقطاع للطاقة الكهربائية في مدينة كربلاء، ولكن أهم الأحداث المتداولة اليوم في الشارع الكربلائي موضوعة احتراق سوق الدهان
نعم. حيث امتعض أصحاب المحلات في سوق الدهان من عدم فتح تحقيق من قبل الحكومة المحلية في المحافظة، وبالتالي هنالك العديد من المحلات الآن هم من الكسبة يعانون من عدم يعني قدرتهم على إعادة تأهيل محلاتهم، وبالتالي شكوا حالهم للباري عز وجل. وأيضا حيدر، سمعنا أن مجلس محافظة كربلاء شكل لجنة تحقيقية بهذه الحادثة. نعم زميلي، ولكن اللجنة التحقيقية التي شكلت برئاسة مجلس محافظة كربلاء لم تقدم شيء إلى المواطن صاحب المحل، بالتالي عزت ذلك إلى أن الحكومة المركزية تمر في حالة تقشف وأيضا الحكومة المحلية، وبالتالي هذا الموضوع لم يؤخذ بعين الجدية وبنظر الاعتبار، وبالتالي أصحاب المحلات اليوم يعني لا يستطيعون فتح محلاتهم. وهنالك يعني ذكرت لك قبل قليل أن عندما تجولنا وسألناهم عن سبب وصول يعني سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف بالوقت المحدد، ذكروا بوجود يعني قواطع كونكريتية وضعتها قيادة شرطة كربلاء حالة دون وصول هذه السيارات، وبالتالي استمر الحريق منذ الساعة 1 بعد منتصف الليل وإلى الساعة 9 صباحا، وبالتالي أغلب المحلات يعني نسبة 80% إلى 90% قد خسروا محلاتهم وخسروا البضائع الموجودة. نعم، اتضحت لدينا الصورة. حيدر هادي من كربلاء، وحسن مظلوم من البصرة، وحسن نبيل من بغداد، وعيسى العطواني من بابل، وأمان الموسوي من الديوانية. كنتم معي بالصوت والصورة زملائي، شكرا جزيلا لكم. ختام النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الشرطة الاتحادية تؤكد السيطرة على جميع المناطق المحيطة بالفلوجة وتضييق الخناق على داعش 100%. الحاكم المدني الأمريكي السابق يؤكد أن فكرة تقسيم العراق ليست جيدة، ويشدد على ضرورة بقاء البلد موحدا. كوفيتش ينقل عن السيستاني أسفه من إخفاق السياسيين بتحقيق الإصلاحات، والبرلمان يؤجل جلسته بانتظار تحقيق النصاب. جبهة الإصلاح تؤكد مقاطعتها جلسات البرلمان وتقول أن لا صحة لمزاعم اكتمال نصاب جلسة الاثنين. للمزيد nrttv.net وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.